الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. خريستوس أنستي، المسيح قام. النهارده اللي ركز في القداس النهارده، ربنا عايز يقول لنا معلومة مهمة جدا. عايز يقول لنا إيه الفرق بين الحرية اللي العالم بيقدمها لكل واحد فينا، وإيه الفرق بين الحرية اللي ربنا بيقول لنا هي دي الحرية المسيحية الحقيقية. حرية في نظر العالم إن كل واحد يعمل كل اللي هو عايزه، كل أنواع الشهوات اللي هو عايزها، كل أنواع الخطايا اللي هو عايزها. يقول لك أنت حر، اعمل كل أنواع الشهوات، تلذذ بكل حاجة، خلي الجسد بتاعك يتنعم بكل أنواع الشهوات وكل أنواع الخطايا. أنت كده إنسان حر. لدرجة زي ما بنسمع بره دلوقتي، اللي عايز حتى يغير جنسه، راجل يبقى سيدة، سيدة تبقى راجل، عادي خالص، يقول لك أنت حر. وبينزلوا كمان قوانين تحمي هذا الحرية، حرية مغشوشة. العالم هي دي الحرية في نظر العالم. لدرجة يعني لسه كان واحد صديق بيقول لي في كندا، لما حد بيملأ ابلكيشن كده يقول لك النوع، عارفين يا ذكر يا أنثى، دلوقتي بقى فيه 6 أنواع بيكتبوها. هي دي الحرية في نظر العالم، والقانون يحمي ذلك، لأن العالم قد وضع في الشرير. هم شايفين إن هي دي الحرية. ويمكن لما الكنيسة هناك تقول لا الكلام ده غلط، لا يوافق تعاليم الإنجيل، ممكن حد يحبس ابونا او حد يقول لك لا القانون ما يقولش اللي انت بتقوله يا ابونا، لان هي دي الحريه في نظر العالم. تلذذ بالشهوات، اعمل كل الخطايا اللي انت عايزها. النهارده في يوحنا 8 ربنا بيقول لنا المفهوم الحقيقي للحريه المسيحيه. كل من يفعل الخطيه هو ايه؟ هو عبد للخطيه. عبد يعني انسان غير حر. يعني لو انا مقصور في خطيه معينه، انا اصبحت انسان عبد وليس انسان حر. عكس تماما مفهوم العالم. عشان كده النهارده يا ريت انا وحضراتكم كل واحد فينا طالع من القداس لازم يبقى واخد قرار. انا هتبع حريه العالم المغشوشه اللي هي مش هتبسطني، الحريه المغشوشه اللي هي هستمتع بيها لحظات، انما هقعد بعد كده هو اتهالك واقعد متضايق لو ما قدمتش توبه عنها، ولا هستمتع بالحريه المسيحيه ان انا مش هخلي اي خطيه ليها سلطان عليا، هتحرر. ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونوا احرار. واحنا بنحتفل بافراح القيامه، المسيح انتصر على الموت. اي ضعف فينا نقول يا رب زي ما انتصرت على الموت، تعال انتصر على نقطه الضعف اللي عندي. انا مش عايز اتلذذ بالخطايا، انا عايز اتلذذ بيك انت. انت ابويا السماوي، انت عريس نفوسنا، انت طبيب ارواحنا وانفسنا واجسادنا. هي دي الحريه الحقيقيه. مثل تاني برضو الفرق ما بين الحريه في مفهوم العالم والحريه في مفهوم الكتاب المقدس. الحريه في مفهوم العالم، بناتنا احبائنا يقول لك كده البسي اللي انت عايزاه، حتى لو لبس لا يليق، انت انسانه حره. شوفي الموضه بتقول ايه، او شوفي ايه اخر الحاجات واعمليها. حطي كل انواع الميك اب اللي انت عايزاها. الحريه في نظر العالم كده. الزينه الخارجيه، يهتموا كلهم بالمنظر الخارجي. طب يا رب الحريه في نظرك انت ايه؟ يقول لنا كده اهوت كل مجد ابنه الملك منين؟ من داخل، من الداخل. المنظر الخارجي ده مش هو ده الزينه خالص. كل مجد ابنه الملك من داخل. النهارده الكنيسه المفروض بتحتفل بعيد ميلاد العذراء مريم، جميله الجميلات. محدش فينا عمره شاف العذراء مريم اي صوره ليها لابسه لبس لا طليق، او مهتميه بالشكل الخارجي او بالشعر او بالميك اب او اي حاجه زي كده اهو، وهي جميله الجميلات والده الله ام النور. انما العالم يقول لك لا، في لبس طالع كذا، مش عارف البنطلون يتقطع، لبس لا يليق، الجسد يبقى عامل ايه. حريه العالم بتقول لنا كده. فلازم نبقى احنا عارفين الفرق. احنا لا، احنا المسيح يقول لنا كده اجسادنا هي هيكل للروح القدس. مش بس كده، ومن يفسد هيكل الله ربنا يعمل له ايه؟ سوف يفسده الله. ربنا الحنين الطيب سوف يفسده الله، لان جسمنا مش ملك لينا، ده ملك للروح القدس، ده هيكل للروح القدس. فعشان كده لازم نكون عارفين الفرق ما بين حريه العالم وحريه يسوع المسيح اللي بيقولها لنا. وعندنا امثله كتيره جدا في الكتاب المقدس. شمشون لما كان قال في الاول، كان ربنا مديله قوه جباره، كان بيتنعم ويتلذذ بالحريه في ربنا. اول ما وقع في الخطيه وقال بقى دخل في علاقه خاطئه مع دليله، كان في الاول دخل مره عليه 1000 واحد انتصر عليهم كلهم. اول ما وقع في الخطيه اتذل، كانوا كده بيجيبوه يربطوه ويقعد كده يطحن في البيت، انا اسف زي الحيوانات. ادي نتيجه حريه العالم وصلته لايه. انما حريه ربنا في الاول كان دخل عليه 1000 واحد قدر يكسبهم كلهم. يقول لك كده لما كانوا بيشربوا ويسكروا يقولوا لهم هاتوا لنا شمشون كده يقعد يلعب قدامنا زي البلياتشو. ده الشمشون اللي قتل 1000 واحد. هو ده الفرق. يعني كان في الاول في حريه المسيح، انما بعد كده هو كان في حريه هذا العالم. المراه السامريه
قالت انا حره، ودخلت في علاقه خطيه متمرسه فيها. كانت تروح تملى الميه في عز الشمس عشان الناس كلها بتقعد تقول لها كلام صعب. انما اول ما دقت الحريه في المسيح اصبحت اول كارثه في العهد الجديد في السامره. ادي الفرق تماما ما بين حريه المسيح وما بين حريه هذا العالم. عندنا في العهد القديم ملك اسمه ملك منسى، قعد اكتر من 55 سنه يعمل خطايا، يعمل كل انواع الحريه العالميه. كانت ايه النتيجه في الاخر؟ لفوه كده بسلاسل وقيود واتسبى مع كل البلد، اهل البلد بتاعته، زي الحيوانات برضه جروه كده اهوت بالسلاسل. ادي نتيجه حريه العالم. الابن الضال كان عايش في بيت ابوه، ابن ملك بيتنعم بكل انواع، كل الناس بتخدمه. قال لك لا، انا اختار يا ابويا حريه العالم. انا مش عايز ابقى جوه بيتك اللي هو رمز الكنيسه، انا عايز اطلع بقى حريه العالم، عايز يبقى معايا الفلوس وعايز اتمتع مع اصدقائي واكل احسن الانواع. حريه العالم وصلته لايه؟ بقى مش زي، انا اسف، مش زي الحيوانات، بقى مرحله اقل من الحيوانات، مش لاقي حتى اكل الخنازير. هو ده الفرق ما بين حريه العالم وحريه اولاد الله. عشان كده النهارده الرساله دي مهمه جدا، لازم كلنا نكون عاملين حسابها. انا عايز اعيش الحريه المسيحيه، الحريه الحقيقيه. حريه العالم بيقول لك خلي كلامك من دماغك، ما حدش ليه سلطان عليك، ما حدش يكلمك، اي قرار عايز تاخده خده من دماغك. حريه العالم بيقول لك انت كبير وناضج، ليه هتخلي حد يمشي كلامه عليك؟ طب ربنا بيقول لنا ايه؟ بولس الرسول يقول لتيموثاوس كده اهوت، لاحظ نفسك والايه؟ والتعليم، التلمذه. يسوع المسيح يقول لك عيش روح التلمذه الى اخر وقت في حياتك. لو هتكل كلامك من دماغك بدون روح تلمذه، نسمع بقى كده ايه صعبه قوي في سفر الرؤيا. رب المجد بيكلم اسقف مش حاجه بقى، ده اسقف اللاوديكيين، يقول له كده اهوت، تكون انك استغنيت ولا حاجه لك لشيء. عايز تمشي كلام، مش عايز تعيش روح التلمذه. ربنا بيقول له 5 كلمات صعبه قوي: انت الشقي، 2 انت العريان، 3 انت البائس، 4 انت الاعمى. كل ده يا رب؟ لانه ما كانش عايز يعيش روح التلمذه. يقول لك انا عارف كل حاجه. العالم يقول لك كده، تلاقي الشباب سن صغير يقول انا عارف كل حاجه، ما حدش يمشي كلمته عليا. انما الكنيسه تقول لك عيش روح التلمذه. التلمذه الاب اعترافك، التلمذه للروح القدس اللي ساكن جوه كل واحد فينا، التلمذه لصلوات الليتورجيه، التلمذه للعظات الروحيه، التلمذه للكتب الروحيه، التلمذه لكل امين خدمه. هو ده اللي لازم نعيش روح التلمذه. ما تقولش كده انا انسان حر، انا كل كلامي همشيه من دماغي. عندنا كده مثل برضه عشان كل حاجه نطبقها من الكتاب المقدس. كان واحد اسمه رحبعام، كان ابن سليمان. بعد ما سليمان مات، رحبعام كان شاب. اول ما مسك كده جم قالوا له خلي بالك ابوك كان شديد شويه علينا، يا ريت تريح شويه الثقل علينا، خليك كده حنين علينا. اول حاجه عمل خطوه صح جدا، قال لك عيش روح التلمذه. راح سال الشيوخ اعمل ايه؟ قالوا له اكسب الشعب ده، ريحهم شويه وكلهم هيبقوا بتوع عمره، كلهم هيحبوه. ادي روح التلمذه. هو قرر لا، راح للاحداث اللي من سنه، يعني عايز يمشي كلامه من دماغه. قالوا له اوعى تقول كده، قول لهم ده انا اصعب من ابويا، ده انا الصابع بتاعي اتخن من وسط ابويا ادبكم بالصياء، انا ادبكم بالعقارب. كان ايه النتيجه؟ حصل الانقسام العظيم في بني اسرائيل، وبقى 10 اسباط في الشمال وسبطين في اليمين. كل ده ليه؟ عشان مشى كلامه من دماغه ودماغ الاحداث، ما رضاش يتلمذ. عشان كده النهارده انا لازم اقول لنفسي، هو انا عايش روح التلمذه؟ هل انا ليا قرايات روحيه اسبوعيه بتلمذ عليها؟ هل انا بسمع عظات على طول؟ هل انا بسمع راي اب اعترافي وبكسر المشيئه بتاعتي وبنفذ مشيئه ربنا من خلال الروح القدس اللي ساكن جوايا اللي بيقودني؟ ولا انا عايز انفذ كل كلامي واقول كده انا انسان حر؟ العالم يقول لك انت انسان حر مالكش دعوه بغيرك، انت هتشيل مسؤوليه غيرك، خليك في نفسك. لكن ربنا يقول لك حب قريبك كنفسك، العكس تماما. امبارح كلنا احتفلنا بماري مرقس. تخيلوا لو ماري مرقس كان قال انا مالي ومال غيري، انا مالي ومال المصريين ومال الافارقه، ما تخليهم في الاوثان بتاعتهم. ولكن ماري مرقس جه وهو بشرنا بالايمان، واصبحت مصر في الكنيسه، واسس لنا الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. لو كان قال بقى زي الاخر كده، العالم يقول لك ايه؟ الجحيم هو الاخر، مالكش دعوه بغيرك، ده جحيم، خليك في نفسك. بولس الرسول يقول كده: اود ان اكون محروما من المسيح من اجل انسبائي بالجسد. موسى النبي لما ربنا قال له الشعب ده خلاص فسد وبيعبد البعل، انا ههلكهم واديك شعب جديد، قال له يا رب امحي اسمي من سفر الحياه بس ما تهلكهمش. كان مهتم دايما بخلاص الاخرين. عشان كده 4 انواع من الحريه العالميه ويقابلها 4 انواع من الحريه في المسيح. هتتلذذ بالشهوات، حريه العالم. هتتخلص من تاثير الخطيه عليك، هتبقى انت انسان حر. هتلبس اللي انت عايزه، دي زينه خارجيه، انما زينه ابنه الملك من داخل، زينه الروح الوديع الهادئ، زي ما بطرس الرسول بيقول لنا كده في الايه؟ في الرساله.
هتقول كده هوت انا همشي كلامي من دماغي هتهلك، انما هتعيش روح التلمذه هتوصل لملكوت السماوات. وفي الاخر كل واحد من حضراتكم مخير. نسمع كده ايه حلوه قوي في سفر التثنيه الاصحاح 30 يقول لك ايه؟ ربنا حاطط قدام حضراتكم طريقين، طريق حريه العالم وطريق حريه المسيح. يقول لك كده هوت اشهد عليكم اليوم السماء والارض قد جعلت امامك طريقين، الحياه والموت. حريه العالم هتوصلك للموت، حريه المسيح هتوصلك للحياه، البركه واللعنه، فاختار الحياه لكي تحيا انت ونسلك. ربنا مش هيجبرنا ان احنا نمشي حسب الوصيه. يقول لك كده انا واقف على الباب بخبط، لو وربت الباب وفتحت لي هخش واتعشى معاك وهتفرح افراح ما لم ترى عيني ولم تسمع بي اذن. انما لو انا وحضراتكم اصرينا ان انا افضل قابل الباب في وش المسيح وعمال انفذ خطيتي، عمال انفذ حريتي انا بمفهومي انا، المسيح مش هيكسر الباب غصب عني ويخش. عشان كده عايزين النهارده نطلع بقرار، يا رب انا هختار الحريه فيك انت. يا رب انت ابويا، انت عريسي، انت طبيبي. انا كل وقت فاضي مش هعمل زي العالم وافتح بقى السوشيال ميديا واعمل نوع من انواع الادمان التكنولوجيا دلوقتي، يا اما العب جيمز يا اما افتح السوشيال ميديا واقعد اقرا اخبار مالهاش اي علاقه بيا تماما. البلد الفلانيه عملت ايه، واقعد ساعات بالساعات بصابع على الشاشه عمال الف كده اهوت، مع ان انا ماليش علاقه بيه. الحريه في المسيح، عندك وقت فاضي اقعد ارغي مع ربنا. هل انت مستعد؟ ما يمكن الوقت الفاضي دوت يبقى هو ده يوم المجيء الثاني، وربنا يقول لك قدم كشف حساب وكالتك. فرصه نستفيد بيها بدل ما نقعد نضيعها في السوشيال ميديا وفي ادمان التكنولوجيا وفي كل الحاجات دهيت. ربنا يديك ويدينا واحنا في افراح القيامه نقول له يا رب تعالى واستلم حريتي عشان ابقى في المسيح. تعالى يا رب واديني التلذذ بالعلاقه الحقيقيه بيني وبينك. انا مش عايز حياتي تبقى علاقتي مع ربنا كما لقوم عاده، انا عايز اتلذذ وادوق الحلاوه في المسيح. لالهنا المجد الان وكل اوان.